لا منطقيات في مسلسل عين سحرية. المسلسل كان ماشي كويس جدا بصراحة، بدليل ان احنا ما طلعناش قلنا عليه حاجة من الاول. ليه كنا بقى؟ هنطلع نشكر فيه ونقول ان الحاجات كلها حلوه يعني. ليه بقى قرروا يلعبوا بعقل المشاهد ويفكروا يضيعوا ال 12 مليون بالطريقة الساذجة دي؟ مش منطقية خالص ان هو قاعد وراه على الموتوسيكل يروح فجأة يعمل له كده. فجاه يقعد يحط ايديه على عينيه كده، أنا مش فاهم انتوا يعني بتعملوا ايه يا جماعه؟ كانت منطقية لو مثلا شهاب كان مسلط حد يراقبهم يوقعهم يعمل ده لو حاجة. هم ماشيين بسرعه خبطوا في واحد فوقعوا ماشي يا ستي، أهي، اقول لك بمنتهى البساطة سهلة. يعني. طب هو حط ايده على عينيه ليه؟ ليه؟ وما تقوليش عشان النقاب وكان جاي على وشه وكان على عينيه فمش عارف يحط ايه فحط ايده فوق. ده قاعد يعمل له كده يعني كأنه لو قاصد ان هو يوقعه يعني. ده انا الوهله حسيت ان توحة ده شغال مع شهاب اصلا. تاني حاجه بقى اسماء اتس اوكي. هو في ايه ليه؟ اتس اوكي، انت بتقولي اتس اوكي؟ ده هتجن عليكم. ليه الافوره في رده الفعل دي يا عادل؟ يعني الموضوع تصعيد غير مبرر. وهي اصلا ليه تقول اتس اوكي؟ انا مش فاهم ايه اللي دخل اتس اوكي في الموضوع. ولا انتوا ساعتها افتكرتوا لا عايزين نبينها دلوقتي انها بنت ناس وهو بيئه، عشان كده يعني تظرف حته انجليزي في النص. ملهاش، هي اتس اوكي ملهاش لازمه، واللي ملوش لازمه اللي اكتر هو عمله رد الفعل الغير مبرر، التصعيد اللا مبرر، تصعيد مش طبيعي يعني. وهو انا واحد من الحيوانات الاليفه اللي انت بتعالجيها ليه؟ انا قلت تبقى مهينه اكتر لو قال ايه الحيوانات بس. الحيوانات بس، الحيوانات الاليفه. ايه المهين في الحيوانات الاليفه يعني؟ مش فاهمه. ما اعرفش بصراحه. اسماء، انا عايزه اسالك سؤال، انت بتتكلمي كده ليه؟ وانت عندك كام سنه؟ بالظبط يعني ليه مطلعينها بتتكلم كانها طفله؟ يعني ما تتكلم طبيعي. وايه الشعر البلح اللي هي عاملاه؟ ما تفكوا لها الكيرلز يا جماعه انتوا ليه مطلعينها واحده مثلا لسه في الكليه مثلا او في ثانوي او دي مطلعينها صغيره جدا يعني كانها طفله. ايوه وبتتكلم بطريقه اللي هو عامله كده على طول. بس هي يعني هي البنت اموره وجميله وبتاع وبنت ناس باين عليها جدا، بس يعني ليه مطلعيها كانها طفله؟ وبعدين دي واحده داخله في يعني في حاجات صعبه واكشن وبتاع، ليه مطلعينها كي جي 2؟ واكتر حاجه مستفزه انا عايزه ابقى معاكم. هو احنا طالعين رحله جنينه الفسطاط؟ هو في ايه؟ وبعدين انت مين؟ انت كل شويه انا جايه معاكي عادي، انا جايه معاكي ومش عارف ايه. حاجات بقى محتاجه تتشكر في المسلسل ده الصراحه. باسم سمره اداء عالمي ولا غلطه يعني، يستحق يعني نرفع له القبعه. بس الاول عظيم. نبتدي من اول الخط بعيدا عن اي شخصيه تانية. شخصيه بتاعت باسم سمره مكتوبه يعني بيرفكت بالظبط، متعوب عليها قوي غير بقيه الشخصيات، وده واضح جدا. الشخصيه فيها عمق كده يعني حقيقي، شخصيه حقيقيه. عنده نقط ضعف وايه النقط ده؟ نقط ضعف. عنده نقط ضعف ونقط قوه. عارف لما هو ايه عايزين نعمل واحد جامد هيبقى جامد للابد، وعاملين له باك جراوند وموتيف وكل حاجه. وغير كده بقى اداؤه مش طبيعي بجد. اللي خلى الموضوع حلو بقى باسم سمره اداؤه زي ما انت قلتي جامد جدا. حاساه ايفورتلس كده، اللي هو حاساه مولود في الدور يعني. مش اللي هو حتى بيبذل مجهود، لا جامد الصراحه. جامد جدا. وعصام عمر برضو على فكره، عصام عمر برضو جامد جدا، بس يعني ساعات مع بتفلت منه شويه في حته الحزن، بس بقيه الحاجات هو شاطر جدا. اللي جامد جدا برضو توحة صاحب عادل. انا سمعت ان هو ده اول مره يمثل. انا بحبه جدا، بس انا مشكلتي معاه حاجه واحده في اللي مكتوب له، ان هو دايما بيخلوه في اي موقف لازم يقول حاجه هزار. يعني بس جميل، هو انا بحبه معديه انا بحبه، انا حبيته الصراحه. بس هي دي بالنسبه لي، عارفه لو كان مثلا يعني مشهد مشهد لا بتاعي فيماش خلوا الدنيا طبيعيه شويه، هي دي بس النقطه الوحيده. هو مخفف التنسيتي بتاعت المسلسل يعني. المسلسل المواقف بتبقى حاده جدا، هو بيخففها ومقبول جدا يعني. دمه خفيف الصراحه. حاساه برضو ايه اللي هو طبيعي يعني، مش بيبذل مجهود في الافيه يعني. واخو حسن برضو شاطر جدا. اول من قليل اول لما بلاقي طفل بجد شاطر. مش يعني دايما نقول الناس الاطفال بتوع بره اللي بيمثلوا في امريكا ازاي كده وبتاع، احنا ليه ما عندناش؟ هو بجد شاطر، جايب الدور البلطجي اللي هو يعني الولد الصغير البلطجي الفائد ده 100 الصراحه. برافو، استمر يا ابني. اخر حاجه بقى المسلسل، اخراج، تصوير، مزيكا صراحه خطيره. اضاءه كادرات بجد فريمات، كل حاجه الصراحه في المسلسل جامده، عجبني جدا. يا رب شابوه المخرج. احنا دورنا على اسمه وعرفنا ان اسمه ايه، السدير مسعود. يا رب يكون بننطق اسمه صح. بس عشان انا بخاف من الاسامي دي، بس ان شاء الله نكون بننطق اسمه صح بجد. فشاوت اوت للمخرج يعني، ونتمنى ان احنا نشوف حاجات يعني بنفس الليفل ده تاني. بس انت عارفه انا اول ما شفت المسلسل قلت لك ايه؟ قلت لي المسلسل متصور كانه فيلم كمان. وتصور كانه فيلم، وقلت لك ده اخراج حد يعني فاهم قوي، وده كان حاسين ان انت دارس بره يعني مش عارف ايه. فبجد كان حلو جدا.